اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين على الناس المسكرون اللي بيتابعوني. بصوا هنا الفيديو مطبخ العروسه وازاي رصيته. الفيديو ده كان جميل جدا. المطبخ نوعه كان خشمونيوم، ده اللي انا برشحه دايما، بقول لكم النوع ده حلو للعرايس. هو غالي شويه عن الخشب بس يعني مش بتفرق كتير، بتفرق حوالي 500 جنيه في المتر. وهنا كانت الرخامه بتاعته، هنا كانت جالاكسي، وهنا بقى اطقم الرخامه التوابل، وهنا كان الحوض وطقم كده مجات، وهنا الآلية الهوائية وطقم التوزيع والبهارات، وهنا البوتاجاز. هوريكم دلوقتي نوعه للعراس اللي بتبقى تسألني، والتلاجة والفريزر والفرن الكهربائي والميكروويف. اول ضلفه هنا هنفتحها مع بعض كده كانت الحلل. ومش ننسوا العروسه كده بدعوه حلوه من قلبكم، ربنا يا رب يسعدها كده ويهنها بكل حاجتها وعقبال اولادكم جميعا. واللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهنا كل طقم طبعا بيكون معاه القلايه بتاعته او الصينيه بتاعته من اطقم الحلل. وهنا كان حافظ الطعام ومجات، وهنا كان براد بايركس، وهنا حافظ طعام تاني بلاستيك. هنا كانت ضلفه كده صغيره ازاز حطيت لها فيها المليمين وكوبايات. وهنا بقى الفرن والميكروويف. وده هنا الاسماء بتاعتهم للي عايز، اللي بابا يسألني الانواع ايه. بصراحة التصميم المطبخ تحفة وجميل جدا. وهنا كانت الادراج، هنا كان فاصل، يعني النجار هنا كان فاصل الحاجات عن بعضها. بصوا بقى كل حاجة بقى حدث ولا حرج. الرفيع كل حاجة بقى 2 و3 و4. انتوا عارفين هنا المصريين بيتوصوا بالرفيع جدا. وكمان ساعات الأدراج مش بتكون واخدة الرفايع. حتى انا بسأل ليه كل حاجة 2 و3 و4 يا جماعة؟ كل يوم بيطلع موضة جديدة وما تكلفوش نفسكم زيادة عن اللزوم. وهنا كان اللهم صل على النبي كان الفريزر. وهنا فوق كده كان طقم سكاكين دوار والشوايه الكهربائيه، وطبق كده للعيش شكله حلو خالص. وهنا كانت ضلفه بقى، هنا ازاز كلها نش صغير كده في المطبخ. حطيت فيه بقى اللي هو الطقم اللي انا بقول لكم عليه، اللي لازم كل عروسه تجيبه، اللي هو 42 قطعه، اللي بيكون مدهب، ده بيكون حلو خالص وعملي في المطبخ. وهنا كان بقيه الازاز وكوبايات والقهوه وبولات للايس كريم والحلويات. وهنا كده برضو اطقم كده بالفنجان. والضلفه دي على فكره كان فيها اضاءه بس انا بصراحه نسيت اشغلها وانا بصور. يعني الحاجات كده ساعات كده الواحد بينسى حاجات. بحب اوريكم كل حاجه بالتفصيل. انتوا عارفين هنا قسم المنظفات، هنا المقشه والمساحه وكل حاجه، من كل حاجه بقى 1 و2. وهنا بقى المعطر الجو والصابون السائل، كل ما يخص المنظفات في الضلفة دي. هنا كان تربو كده صغير، كان في بقى هنا سكر بسم الله ما شاء الله. العروسة بقى كانت جايبة حاجات الخزينة بتاع التلاجة. وهنا بقى البلاستيك حدث بقى ولا حرج بقى. الأطباق كبير وصغير وشفاشق. بصوا تحت كمان. وهنا كان في عجان ستانلس 3 كده في بعض احجام مختلفة. طبعا الضلف دي بتكون كبيرة، بنقي الكبيرة احط فيه الحاجات اللي زي دي. وهنا الضلفة دي للصواني، هنا كان صواني فرن وصواني تقديم وصواني مليمين. وهنا طقم كده حامل قهوة. وهنا في الجهة التانية هنا كان شوربة. وهنا البوتاجاز، هنا كانت العروسة كانت جايباه اي كوك من يونيون اير. هنا التوابل وطقم سيليكون والآلية الهوائية. هنا الضلفة دي بقى حطيت فيها، دي بقى كان من الضلف الواسعة، حطيت فيها طقم الشاورما اللي هو الحلل. بصراحة كان جميل وكبير كمان. وتحت هنا حطيت العجان، وسبت مكان فاضي كده لبقية الخزين اللي هو اللي بيكون الكحك والبسكوت والكلام ده كله. هنا كان الأنبوبة. يعني لازم اعمل حسابي وانا برص المطبخ لكل الحاجات دي. هنا بقى كل ما يخص صواني الفرن وصواني الكيك
وهنا البراد الاستانلس، وكمان كان معاه شفاشق كده اللي هي ازاز، كان شكلها حلو خالص. وهنا الاجهزه الكهربائيه، الخلاط والمفرمه، كل الحاجات، والهاند بلندر، كل الحاجات دي، ومكنه القهوه يعني ايه، برصها قريبه من ايد العروسه وهي واقفه في المطبخ. يعني الحاجات دي بتكون قريبه بقى من البوتاجاز، عشان هي واقفه بقى بتطبخ وكده يكون قريب منها. هنا بقيت اطقم الحلل. وهنا اللهم صل على النبي، الجريل اللي هو الدبل. اللون ده كان حلو خالص، اطقم الحلل دي كان شكلها حلو بصراحة، اللون البني. وهنا بقى كان في ديكور كده في المطبخ، حطيت فيه بقى الحاجات الورود دي بتدي منظر برضو. وانا صفيت الاطباق، رصيت فيها طقم العشاء. دي معظم العرايس يا طقم العشاء يا طقم المليمين. وفي عرايس تانية بتجيب اطقم اللي هي الستانلس، اللي هي الاطباق الستانلس، كل واحد على حسب ما بيحب وبفضل في الاستخدام وكده. وهنا كان الحوض تحت بقى، هنا كان الفلتر المية، وهنا الغسالة، وهنا كده حاجات لبقية العشاء اللي هو التربو. وهنا طقم توابل وطقم خشب توزيع. وهنا بقية صواني الفرن، هنا البايركس والتيفال، واللي هو والطقم اللي هو المستطيل والهون. بسم الله ما شاء الله، الحاجة كلها براندات وذوقها كان عالي جدا، ربنا يسعدها ويهنيها. وهنا شنطة المعالق وشنطة السكاكين. يعني المطبخ بسم الله ما شاء الله واسع، بقول لكم تصميمه جميل جدا وشغل حلو. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بكل حاجتها. ومش تنسونا باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحيه فاروق. ولو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر قصيره ادخلوا عندي على التيك توك او كواي. وعقبال عندكم جميعا كده يا رب العالمين. بحب اجيب لكم بقى الجولة السريعة اللي في الاخر دي مع الاضاءة عشان الكل يستفيد من الفيديو.